أحد النجوم المميزين هنا في ملاعب الإمارات سابقا، ونجم الوداد البيضاوي الكبير. مولود جديد في القارة الإفريقية، بطولة جديدة، دوري كرة القدم الإفريقي، كيف ترى هذه البطولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالمشاهدين الكرام. هذه البطولة هي جديدة على الصعيد الإفريقي، فهو دوري إفريقي جديد فيه 8 فرق من أحسن الفرق الإفريقية، وإن شاء الله نشوفوا المباريات الأولى كيفاش يكون المستوى ديال الفرق، لحقاش الفرق في أول البداية ديال المواسم الفرق كلها عندهم واقيلا يلا بداية الموسم، ونتمنى على الله باش الفرق كلهم يكونوا في المستوى باش تكون هذا الدوري الإفريقي يكون من أحسن الدوريات اللي كاينين. 3 فرق عربية من بين الفرق الثمانية المشاركة، كيف ترى حظوظ الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي؟ والحظوظ ديال الفرق العربية حظوظ قوية. نقدر نشوفوا الوداد والأهلي هما اللي مسيطرين على الشامبيونز ليغ إفريقي، فنشوفوا كل سنة هما في النهائي أو في السيمي فاينال. بالعكس فالترجي تنشوف في السنوات الأخيرة شوية المستوى ديالها متذبذب، فنتمنى على الله باش يكونوا كلهم في المستوى ويكونوا في نصف النهائي إن شاء الله. قدمت الكثير للوداد كلاعب، ماذا تقول لجمهور الوداد قبل انطلاق هذه البطولة؟ نقول جمهور الوداد لا خوف على فريق الوداد، فهو الحين جاي في المستوى ديالو، مباراة بعد مباراة المستوى ديالو تيرتفع، ونتمنى على الله باش يكونوا في الدوري هذا في المستوى ديالهم المعهود. واحسن حاجه هو انهم المباراه الاولى غادي يلعبوها خارج ارض الميدان، والعوده في الدار البيضاء فتكون صعيبه على الفرق اللي تجي هناك في الدار البيضاء، فيكون هذا حافز للنادي للفريق الوداد الرياضي. ونتمنى على الله باش يحققوا نتيجه ايجابيه في المباراه ديالهم خارج الميدان، وان شاء الله في كازا يكون التاهل الى نصف النهائي ان شاء الله. من الأقرب من الفرق الثمانية للتتويج باللقب برأيك؟ وكما قلت لك الأقرب هو فريق الوداد والأهلي، لحقاش هما اللي مسيطرين على الصعيد الإفريقي وعلى الورق، ولكن هذه كرة القدم هنشوف من المباريات الأولى، وإن شاء الله نقول لك إن شاء الله شكون يكون إن شاء الله في الفينال. جماهير الكرة في الإمارات تحمل لك ذكريات كبيرة سواء مع الوصل أو مع العين، ماذا تقول للجماهير الكبيرة التي أحبت وشجعت رشيد الداودي طويلا هنا في الإمارات؟ والله العظيم من أحسن المشوار ديالي في كرة القدم كان هنا بالدولة الإمارات، وانا تنكن لهم كل الاحترام لا جمهور العين ولا جمهور الوصلاوي، وتنسلم عليهم ونقول لهم ان شاء الله هما يفوزوا بالبطولات، والنادي العين فهو مقبل على البطوله الاسيويه، نتمنى على الله باش هو يفوز ويتاهل. شكرا جزيلا.